الأهم، السادة المسؤولين عن كرة القدم المصرية، انتوا مش غلطانين في حاجة، انتوا زي الفل. احنا كمشجعين كناس جمهور كورة عايز ينبسط مننا لله. ليه بقى؟ لأن انت لما تكون قدامك نفس المعطيات كل مرة وبتطلع نتائج المفروض ان هي تطلع نفس النتائج، ما نفس المعطيات هتطلع نفس النتائج، تستنى نتائج مختلفة يبقى احنا حمرة. لا مؤاخذة يعني، ما هو اصل انت منين يعني؟ مستني ايه انت؟ انت كراجل قاعد قاعد على الكرسي كده على الكافيه ولا في بيتكو وقاعد تتفرج على الناس دي، مستني ايه؟ انت مستني خير من مين؟ استحالة. ناس عندها خبرة في الفشل، عندها إجادة في الفشل، شطار قوي ان احنا نبقى فشلة. انت كراجل مشجع زي كده بتتفرج على كرة من زمان، مستني من دول ان هم يعملوا اي حاجة؟ طب صلى على النبي، تعال نمسكها من الاول. كابتن حلمي طولان بيقول لك كانوا قاعدين على الترابيزه بيتعشوا سوا ولا مش عارف كانوا بيعملوا ايه في اتحاد الكوره، فقال لك احنا عايزين مدرب للمنتخب الثاني. اصل الكابتن حسام حسن حالف بالطلاق ما هو لاعب في البطوله دي، وهو حقه بصراحه. هو عنده راجل عنده بطوله كاس بعد كام يوم، فحقه عايز يستعد عشان نطلع من الدور الثمانيه، ما دام ما نطلع من الدور الاول نطلع من الدور الثمانيه في بطوله افريقيا. فمش هيلعب. تمام يا كابتن حلمي، نجيب مين؟ قال لك نجيب فلان نجيب علان. قال لك ده مدربين كبار مش هيفضلوا يجوا 3 شهور، مش حلوه في حقهم. ما تيجي يا كابتن حلمي، قال له يلا مش مشكله. ده طريقه اختيار المدير الفني اللي انت فاضي شويه شهرين ثلاثه كده سبوبه هناك كده، يلا نروح نشوف السبوبه دي. رحنا. ادي طريقه اختيار الجهاز الفني. ده الطريقه دي مش مدعابه، ده هم قالوا كده فعلا، دي الطريقه اللي حصلت عشان تختار الكابتن حلمي بدون اي سبب غير ان احنا قاعدين نهزر في اتحاد الكوره او في قهوه اتحاد الكوره. ما هي كده قهوه بقى مش اتحاد الكوره ده. تمام، يلا يا كابتن حلمي، يلا يا كابتن هانا بوريتا. ما هو هانا بوريتا ده قدرنا. فجابوا الكابتن حلمي وطولان يدرب المنتخب، مع العلم ان كابتن حلمي طولان معروف ان على خلاف قوي مع كابتن حسام حسن. فانت جايب واحد مستحيل يكون بينه وبين الجهاز الفني بتاع المنتخب الاول اي تنسيق، لان هم اصلا مش طايقين بعض. فانت جبته ازاي؟ جبته ان كان عاجبكم بقى. تمام، فانا بعمل جهاز فني، اجيب مين بقى؟ كابتن احمد حسن وكابتن عصام تيك توك، عصام الحضري، اللي هم قاعدين بقالهم سنه بيلقحوا على الكابتن حسام حسن، والعميد اهو والمعيد اهو والكده على التيك توك بقالهم سنه. فجبت الجهاز فني يساعده برضه على خلاف، بدون سبب معروف وجيه يعني بالنسبه لنا، هو متضايقين من بعض. يساعد الجهاز المدير الفني اللي هو على خلاف برضه مع الكابتن حسام حسن. فده معناه انت بتقول ان الجهاز ان الفريق اللي انت المفروض تعمله نواه للمنتخب الاول مش هيبقى له اي علاقه بالمنتخب الاول. دي طريقه اختيار الجهاز الفني لهذا المنتخب. يعني حضرتك انت لو شغال في طابونه لو مش هتعمل كده، وهي طابونه. نخش بقى المنتخب ده بقى، المنتخب نفسه اللي هم بيكونوه، بغض النظر بقى عن الهري ده. انت عامل المنتخب ده ليه؟ عشان تروح تشارك في بطوله كاس العرب؟ ليه برضه؟ ليه؟ ما دام احنا مش هنشارك بالمنتخب الاول بتاعنا، نجيب منتخب كله شباب صغير عشان الناس تشوفهم، وعشان الناس اللعيبه الصغيره دي تاخد ثقه وتشارك وتحتك في منافسات كبيره والناس تعرفهم. لا احنا ملناش كده، احنا رحنا جبنا مجموعه لعيبه مبطله كلها مبطله. احنا عندنا خط الوسط كان بيلعب فيه 2 لعيبه مجموعه عمرهم 70 سنه. انت عامل المنتخب ده ليه؟ رايح يعني عشان تروح بتفسحهم؟ يعني اللعيبه دي مثلا ناقصين فسح فانت تاخدهم تفسحهم؟ كلهم لعيبه، لا اما لعيبه مبطله، لا اما بقيه اللعيبه مستحيل تعتمد عليهم في اي حاجه، لا تصلح. فايه بقى؟ ده تكوين المنتخب والجهاز الفني بتاع المنتخب الحلو الجميل اللي احنا رايحين بيه كاس العربيه عشان نعمل فضيحه قدام الامه العربيه كلها تتفرج علينا، فضيحه مدويه. فايه؟ فالنتيجه دي البطوله مثلا في اخر 10 سنين الحدث رقم 30 مثلا اللي احنا نفشل فيه بجداره. وانت لو كنت مستني من الناس دي حاجه بقى انت عندك مشكله. الناس دي طول ما هي شغاله في الكوره وطول ما هي ماسكه ملف الكوره وطول ما هم مسؤولين على الكوره،
انت عمرك ما تشوف خير. احنا يعني كمشجعين احنا مننا لله. ليه؟ لان احنا منتظرين من الناس دي خير. ازاي احنا بنشجع مصر؟ ان احنا مصريين، انما مش ان احنا عندنا امل في اي شيء. احنا ما عندناش امل، احنا طموحاتنا اللي احنا بس نلعب كوره. هو ينفع؟ ما ينفع، حتى دي حرام علينا. فانتوا هتكرهونا في الكوره. ويرجع يقول لك هو ليه الناس زحفت انها تشجع المنتخب وهي بتشجع الانديه اكتر من المنتخب؟ ببساطه لان احنا ما عندناش منتخب. لان الناس اللي ماسكه الكوره اخر مهمها مصلحه الكوره. هم بقى مصلحتهم الشخصيه. الراجل عايز يبقى في بوزيشن عالي في الفيفا والاتحاد الافريقي، فبيجي يعمل يقعد على الكرسي ده زينه عشان خاطر يعرف ياخد وضعه وبتاع كده يعني. انما مصلحه الكوره مش في دماغهم. ما هو لو ده في دماغهم مش هيعملوا المنتخب ده بالشكل ده. وده مثل اكزامبل يعني، ده في بلاوي. ارجع لبطوله افريقيا اللي قبليها اللي احنا ما كسبناش فيها ولا ماتش، لبطوله كاس العالم للشباب اللي احنا بطوله كاس العالم للناشئين، لتصفيات كاس عالم مش دي اللي كل ده فشل متكرر. فشل ورا فشل ورا فشل ورا فشل، وانت مستني ان انت بنفس الناس ونفس النتيجه ونفس المعطيات ومستني ان انت تعمل حاجه. استحاله يا صاحبي. انت كده ما بتفكرش. عشان الكوره دي تنصلح حاله لازم الناس دي تمشي اول حاجه. والكلام ده مش جديد، الكلام ده من زمان. وقبل كده حصل فضيحه برضو لما عملنا كاس الامم في مصر وطلعنا قدام جنوب افريقيا، والكابتن هاني ابو ريده صاحب الكوره قدم استقالته ديكور كده ومشي. وقال لك انا خلاص الناس ديت ما واحنا كل الناس دي ما تنفعش، الناس دي تبوظ الكوره. مشي قعد شويه ما اتنسى وجاب اباجوره كده حطها، وبعدين رجع تاني. قدرنا. الناس دي قدرنا. الناس دي مش هيسيبونا الا لما نبطل تشجيع كوره، نبطل كوره. اخر حاجه عايز اقولها برضو، اللي احنا عندنا كارثه قريب بعد 5 سنين يعني كارثه. احنا المنتخب بتاعنا ده فيه بتاع 10 15 لعيبه ينفع يلعبوا دولي يعني، كويسين يجي منهم. بس ال 10 15 لعيب دول اعمارهم ما بين 26 ل 33 سنه. يعني بعد 5 سنين يبقوا مبطلين كوره. في صف تاني مفيش خالص. مفيش خالص. طبعا احنا مش ده الصف التاني اللي كان بيلعب في كاس العالم، ده الصف التاني الموجود حاليا. كله برضه مبطلين كوره. فحضرتك ايه؟ ايه المستقبل اللي منتظرينه من ناس ما خططتش اصلا؟ بقالها سنين ماسكه الكوره، بقالها 10 12 سنه من اول ما الجيل الذهبي ده بطل. ودول اللي ماسكين الكوره ومش حالفين بالله، ما هم عارفين طلاق ثلاثه ما سايبيننا في حل، لا سايبيننا ولا سايبين الكوره. انت منتظر ايه من الناس؟ جابوا جهاز فني بالعند في جهاز فني بتاع منتخب الاول، وهم اصلا المفروض ان هم مسؤولين عن الجهاز الفني ده ومن الجهاز الفني ده. يعني شغالين مع بعض بيأسفنوا في بعض وكارهين بعض وكارهيننا وكارهين حياتهم وكارهين الكوره. انت منتظر ايه؟ احنا مننا لله. احنا كمشجعين كوره مننا لله. احنا نتحاسب احنا بنشجع كوره، او اللي احنا بنشجع الناس دي، او اللي احنا عندنا امل في الناس دي. الناس دي لازم تمشي. لازم تمشي، تمشي للابد. تمشي تسافر، يروحوا يمسكوا الكوره في اي حته، يبوظوا الكوره في حته تانيه. انما احنا عندنا، احنا رايحين على مستقبل سواد يابا الحاج مظلم. لا تنتظر الخير من الناس دي، لان كان جالهم من قبل كده خير مفيش حاجه خالص. ده حتى لما بيجي مدير فني كويس عليه الطله بيكرهوه في الكوره واللي جابوا الكوره وبيمشي برضه. فعليه العوض، عليه العوض، عليه العوض. ما تزعلوش، ده عادي، ده الطبيعي. انت لو منتظر حاجه تانيه يبقى انت اللي مش طبيعي. لكوا زي الفل.